يا اختي كاميلا عيوني حبيبي اخليك مني يا حيتي السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مهند علي، معاكم عمرو خالد، معاكم عبد الفارق والعبد لله حمزه كمال. فالنهارده عندنا فقرتين هنلعبهم لعبه مع بعض. هنلعب اول لعبه ما تحورش. دلوقتي يا شباب احنا نقسم بعض فرقتين. نعمل كيبامي ولا نعمل ايه؟ انا ومهند خلاص وانا وحمزه ونشرح لهم هم يقولوا احنا بنحور ولا لا. تمام اشرح انت؟ ماشي اشرح انت. ماشي. الصورة اللي معايا خلفية بيضة، تمام؟ فيها أسد بديري خرتيت، تمام؟ هي الصورة كده قدامي. وراكب باتيناج. يا اسطى انت كده يا اسطى انت باتيناج وخلفية بيضة. وضحتها. ما هو هعمل ايه؟ ما هي دي قدامي. عايزين تسألوا أسئلة تاني؟ اسألوا وعايزين ايه تفصيل؟ احنا المفروض احنا نقول بنحور او بنحور. انتوا اسألوا اي أسئلة. هتسألوا أسئلة عشان توقعوه. الأسد ده حقيقي ولا كرتون؟ اللي مش عارف كده. نسأل اسئله يعني. تقول اسد مدة دقيقة. خرتيت. عايزين التايمر بس. استنى اعمل التايمر. تقول اسد ودول خرتيت خلفية بيضة وراكب. هو بقى حاجة انت بينتهى قوي صور ايه يا اسطى يعني فاهم صور وانا فاهمة بس انت باينة فشخ ان انت بتحور يعني. الكلام بيحور. انت شايف ايه؟ انا شايفه ما بيحورش. انه بيحور. اسألوا انتوا معاكم دقيقة اسألوا. ماشي اسأل عشان تعرف ان عشان ما تقعش. كرتون هو كرتون. الخلفية خلفية بيضة ولا في حاجة تانية معاك؟ خلفية بيضة. كأن بيضة بس. شفت التايمر اللي بتفرج عليه ده انت ترند هو زي كده حتة بيضة كلها. هو ممكن يكون ما بيحورش عشان هو ما بيحورش. لا حظ بيحورش. يلا معاكم. اسمعوا 30 ثانية. بيحور؟ بحور بتكلم بجد. اختاروا. بصوا يا جماعة خلفية بيضة. معاكم اسئله لسه معاكم 30 ثانيه. مش هسألك انا اقول لك ايه؟ اساله قول لي احكي لي مثلا الاسد ده شكله عامل ازاي يعني فاهم. ماشي ما انت ممكن. الباتيناج يلعبها رجول ولا رجلين؟ الوقت خلص. خلاص هو بيحور. حور فعلا. يبقى عليك. ايه إيه ده؟ الكلام ده؟ ما قلت هقول لكم دي انتوا انا بحور برضه. ما هي اللعبة بكده. هي حورش. تمام. يلا ابدأوا انتوا. ده حاجه بقى اشوفك حور. ايش المفروض؟ انت اشرح انت؟ اشرح انا؟ مش لازم. ماشي. انا قدامي الكارت اللي معايا في بني ادم بيكلم بقرة، تمام؟ بس البقرة يعني زي ما تقول ان هي ايه؟ بقرة بشنب والقرن بتاعها قرن طور. هي بقرة بتتحلب عادي بس فيها قرون طور، وبتبص للبني ادم ده بكبرياء يعني فاهم، بصة مديله بصة تعالي كده. البقره دي كرتون ولا حقيقيه؟ لا يعني مش كرتون، حقيقيه. ايه اللي جنب البقرة؟ نقدر نقول حقيقة. بني ايه اللي جنب ادم. البقرة؟ بني ادم. البني ادم ده شكله عامل ازاي؟ شعره اللي هو طويل كده. ما بيحورش فشخ. بس يا اسطى يلا كمل ماشي يعني من الادم ده معضل. في عضلات. طيب لحظة كمل. نكمل ايه؟ قول لي البني ادم ده عامل ازاي تاني؟ يا عم انا اقول لك. تمام؟ لابس جلابية. تمام. حلو؟ لابس جلابيه ازاي معضل بقى؟ يا عم انت بتتكلم ليه؟ سيبه للاخر اشتري منه. لابس ايه؟ اسمها بتحور ولا تحور صح؟ طيب بقى كملوا. اشتري منه ما تبررش. ايه بيعمل كل حاجة ولا لا؟ لا ما تبررش. عادي ممكن لابس جلابيه كل حاجة يعني. ولا لا؟ ممكن لابس جلابيه يا عم. ماشي. تمام تمام؟ في جاموسه وراهم في الخلفيه. في جواميس كده. مش كان جنبه. لا البقرة اللي جنبه وراه جواميس. وراه جواميس. اشرح البقرة دي لونها ايه وعاملة ازاي؟ هو خلص عموما. ابيض واسود. هو خلص. الوقت خلص. ما ما تحورش. حور. ما حوار. بيحور. حورنا في ما تحورش. انت بقرة ولا فين الجاموسه دي؟ الخلفيه في جاموسه. ايوه فين بقى البقرة اللي جنبه؟ ما هي بقى. طب ما الجو اتحوروا. ليه يا اسطى؟ بحور. ما في بقره دي. فين البقره؟ يا ابني بني آدم. انا ناقص بقره. لابس جلابية. طب فين الجلابية؟ تحت ولا ايه؟ لا كده احنا صح كده. كده واحد ايه؟ كده واحد واحد. واحد تاني ولا ايه؟ يا اسطى ازاي يا اسطى؟ يا ابني صح عبدو اسمع. ايه يا اخويا؟ يا عم مش بسرعه عارف، دي مش عارف. كان حد متصور بالتليفون فما شرحت شويه.
انا حاجاتك. بص صح. حاجاتك يا الصورة اللي قدامي حلو. فيها شخصية معروفة، تمام، شخصية مشهورة في بره في أمريكا، تمام. هو عمل فيلم من ديزني، تمام. فالفيلم الديزني دوت مشهور جدا برضه، تمام. كان بطولة فيه هو برضه. عايزين ننجز شويه. ماشي تمام. الخلفية اللي وراه سودا، تمام. في هو كان لابس عنده قرون كده، عنده ودان طويلة، مش قرون، ودان طويلة كده الدنيا دي، تمام. عايز تكمل كمل انت. هو لونه اخضر، تمام. بدأت احنا مكوناش اصلا. ماشي، ما مش مشكله عادي. وحاطين على وشه، عارف ويل سميث؟ ايه؟ ايوه عارف ويل سميث، تمام. هو وش ويل سميث، هو مش وش حقيقي بس هم حاطين وش ويل سميث. هالك. ولابس حاجة بني كده طويله، ولابس فيست كده بني شبه القلوط كده لون. خلفيته مش يعني خلفيته سوداء. بص يا اما ذا ماسك يعني غامقه، يا اما هالك. يعني خلفيته غامقه وفي كده في الجنب شويه انت قول احنا غصن ما شعر. بيحورش. ما بيحورش. في غصن، متاكد؟ ما بيحورش. اخر كلام؟ لا بس سيبهم من وقتهم، سيبهم من وقتهم بالله عليك، معلش. ماشي، ما وقتنا خلص خلاص، احنا جاوبنا، مش عايزين نازل مش ما حورش يعني؟ ما تحورش. انت ركزت قوي يا اسطى، ركزت قوي. لا يا باشا. لا لا يا باشا. عادي. لا كده 2-1. شريك. ماشي 2-1. احنا مش هنخلص اللعبه كلها يعني، احنا لا، خلاص لا، هو كده كام دول؟ ثلاثة؟ دول ثلاثة ثلاثة ورقتين ثاني. ثلاثة ثاني خلاص عشان يبقى ست. سؤال ذاكر. ماشي خلاص كنت. اشرح يلا. بص يا صاحبي، تحور ما تحورش. تشرح انت اشرح انا. ابدا بص انت انا وانت، ابدا انت كده. خلاص ماشي. اللي في الصورة قدامي يبقى ينتهى. لا واحد بيعمل حمام بس تقريبا غرق مع الحمام وطلع عليه فرس النهر. ينزل عليك. فرض خلاص الله. لا فرس النهر قلب البحر. كلب البحر يا سلام. كلب البحر. كلب البحر. يعني ما اعرف. طلع من الاعلى؟ لا طلع حواليه. طلع من ايه؟ دول حواليه يعني. معرفش الحمام. هو غرق في الحمام. طب لحظة تمام. يعني هو هو في الحمام. يعني هي قاعدة كبيرة كأنها حمام سباحة. هو جواها. هو قاعد مش هو قاعد عليها ولا جواها ولا جوه؟ قاعد بيعمل حمام زي اسطى. ده بني ادمين. ماشي. غالي فيها ازاي بقى؟ ده بني ادم. هو غرق. مثل انا بقول لك لا اي هو حاجه. فيديو ولا صورة؟ اللي قاعد حمامه غير يعني ايه؟ تمام. كان جنبه ايه؟ جنبه حوض. خلفية طبيعي حمام كده يبقى جنبه سيراميكا يعني. خلفيته ايه يعني؟ خلفيته ايه؟ لونه ايه اللي خلفية وانت بتتكلم؟ خلفيته ايه؟ خلفيه مثلا سكريه شويه، مش عارف اسمها ايه. لونها انت شفت الصورة كان في بروازة ولا لا؟ لونها ده لون نسكافيه. نسكافيه. كان في بروازة ولا لا؟ لون نسكافيه. مش فاكر والله بس تقريبا. طيب انت كان في بروازة ولا لا؟ مفيش براويز. مفيش برواز؟ في لمبة؟ في لمبة عليه. طيب في لمبة، لون اللمبة ايه؟ والكلاب طلعت، كلاب البحر لسه طلعت من البحر. اسمعني بس، الراجل الغرقان ده حقيقي ولا كرتون؟ هو مش غرقان، ده بني ادم عادي. هو حقيقي بس مش غرقان، هو بيغرق لسه. ثواني يا حبيبي، يا ابويا اسكت. معايا انت؟ معاك. تمام. ابويا ده رايد بيعمل زي الناس، مره واحده لقيت الميه طفحت عليه، كلاب البحر طلعوا له. هو عموما وقتنا خلص، فانت انا بصراحه شايف انهم بيحوروا. هذا كلام. اصل اللي اقول لك حوارش ايه؟ حوارش ولا حوار؟ حوارش. انا حاسس انه حوار. حوارش. طب استقروا بقى على انا اجابه. دور مؤثر دور. يبقى ورا مقص. يبقى ورا مقص. ماشي كسبت. حوروش. حوروش. يلا عيب عليكم. استنى. يعني ايه؟ لا اللي اسمه شخاخ. مش عارف. خد علي ولا ايه؟ ايه ده يا اسطى؟ الموضوع جامد. لا جامد فشخ. طب بعد كده اشرح انا؟ اشرح انت. خش الموضوع على ابوه. مش هتشرح انت. عن حوار ولا عن حوارش؟ هذا اشرح. طيب بص، هو واحد تمام، راجل كبير في السن، واقف رافع ايده لفوق كده كانه قاعد في فصل، تمام، ومكتوب في ايده كده كلمه قبيحه بالانجليزي، مش عارف اقراها شايفين بيها بس. مكتوب فاك يو وانت عامل توت. واقف في جنيه. تبا لك. واقف في جنيه.
عارف انت فصل ولا في جنينه؟ بقول لك واقف كأنه في ايدي كأنه في فصل. هو جاي كأنه فصل مش فصل يعني. ماشي. واقف في جنينه ما تجيبش. ما اعرفش جنينه ايه. ومعاه مكنه معاه مكنه بتاعت جز اعشاب. جز اعشاب كده ماشيه كده. عامل كده. راجل حقيقي مش شيار. باين فشخ انه بيحورش. باينه فشخ. انا بقول تفصيل تفصيلا هو قرع. مش عارف تفهمكم ولا لا بس قلت ولا ايه. مش هتفيدنا بس هو ممكن بيحورش. يكون ما بيحورش بس في اللقطه دي حور. ازاي ما ينفعش؟ يعني ما ينفعش؟ ما ينفعش احور في حاجه وبعدين خلاص يبقى انت ما بتحورش. طيب بيحور. كده احنا تعادلنا احنا كده كام 3-2 3-2 اهي. خلاص هنألف بس دي هنألف فيها الحكمة دي. بص معاه صورة. تمام. بس اسمه ايه ده؟ واحد قاعد في مطعم سمك. حلو. وبياكل. طب هو شاف الصوره؟ اهو. انا شفت الصورة تمام. وبياكل. والكابوريا اللي بياكلها دي هي كابوريا. والكابوريا اللي بياكلها دي في راس بني ادم. تمام هات السياسة كمل. طعم كابوريا بس كده. لا كمل عليه اللي هو قال. مش تحقيق. بص ماشي هو بني ادم بياكل بني ادم براس كابوريا. طيب هم بيحوروا. ثواني المطعم ده لا اقول لك ليه بيحوروا تمام عشان هو قال ان الراجل ده كان بياكل جمبري كابوريا تمام براس بني ادم وهو بيقول بني ادم بياكل كابوريا تمام بياكل بني ادم براس كابوريا بالظبط تمام فهما الاثنين بيحوروا. طب ما انا قلت بني ادم براس كابوريا ايه الحوار؟ لا انت قلت بني ادم بياكل بني ادم براس كابوريا. هو قال كابوريا راس بني ادم. هتفرق؟ يعني ايه هتفرق؟ يبقى انتوا كابوريا بتحوروا ده بره بقى. هتفرق في ايه؟ بتحوروا يبقى كده صح. انا مصدق مين فينا؟ براس بني ادم. حلو. انت قلت بني ادم براس كابوريا. لا انا قصدي العكس لا بتحوروا قصدي العكس بانت قصدي هو يعني. بس ما بنحورش. لا انت مين اللي بياكل بقى؟ مين اللي بياكل؟ اللي بياكل انت الطبق يا اسطى مع كده هيتاكل يا اسطى ما هو طبق ابيض. يا اسطى هو بيقول راجل بياكل تمام راجل بياكل فين الراجل اللي بياكل؟ هنبدا في الفقره الثانيه. عملت هاتريك. تمام. هنلعب لعبه اسمها افتح موضوع. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. بسم الله. مين اللي هيبدا؟ انت بقى على اليمين نبدا انت. ماشي. اتكلم عن نفسك اكنك بتوصفك لحد غريب. ماشي. ابدا اتكلم؟ الموضوع ده احنا كلنا هنتكلم فيه مش هو بس. ماشي ايوه. انت أيوة. واحد يشوف نفسه يعني؟ لا كلنا هنتكلم فيه. هنتكلم فيه يعني ده موضوع يعني ده راس الموضوع ده رأس الموضوع واحنا بنفتح موضوع عليه واحنا كلنا هنتكلم في الموضوع. بالظبط. ماشي. اتكلم انا عن نفسي بقى. السؤال بس مع اتكلم عن نفسك كانك بتوصف نفسك لحد غريب. تمام. ف خلينا نقول مثلا ان انا ايه ماشي باختصار بحب الجيم بحب الرسم كمان شويه كنت برسم زمان بحب اتعلم اللغات جدا بس للاسف ما عرفتش اوصل لحاجه كويسه لحد دلوقتي في لغه معينه يعني حتى هتوصل. ما عنديش وقت ان شاء الله بس ان شاء الله يوما ما قول يا رب. يا رب ونفسي اسافر بره البلد دي بس خلاص. تروح فين مثلا؟ اي حته مصر ولا بره مصر؟ حابب اروح حته تبقى بره مصر طبعا بره البلد دي الغردقه يا عم. مش الغردقه بره مصر. طيب ايه رايك يا شباب في الموضوع ده؟ انا وجهه نظري ان هو السفر بتاع بره مصر دي انا ما بحبش حد يسافر بره مصر. انت عايز الناس تقعد جنبك؟ لا مش تقعد جنبي انا بحب حد جنبي بس لسه بحس هيتسوح بره مصر. هيتسوح؟ بيشيل همه يعني هو قصده ان هو يشيل همه يعني. والله تسوح تسويحه جامده. لا ان شاء الله. والجيم ده كلنا بنحب الجيم مفيش حاجه بنبوظ. طيب حمزه كلنا بنحب الجيم. يا جماعه بصوا يا جماعه هو بيقول يا جماعه هو بيقول وجهه نظره في نفسه هو بيوصف دلوقتي انا دلوقتي شخص ما اعرفوش هو بيوصفه ليه؟ دلوقتي ناس الصراحه الواحد يقول بصراحه ايه رايك فاوي وعادي فاوي هيتقبل الموضوع لو ما تقبلش هيطلع بره. جد يلا. لا فهو لا انا شايف ان حاجه كويسه ليه. شايف ان هو كويس يعني كمان بيقول في الجيم وفي موضوع اللغات
بس موضوع السفر ده مش عايزه. ستوب يا ابني، ايه يا ابني؟ بقى بص يا اسطى، في الجيم بيتمرن جامد، بس انا بلاقي جامد في الجيم معاك، تمام؟ الجيم مش محتاج فرق والله العظيم قدرت يا عم كمل يا عم كلمتك. تمام. ولما يجي يسأل معايا بنفهم مواضيع كتير وبيفهمني، والله بيفهمني جامد. وبرضه لما دخل برضه معايا في موضوع الشراكه في موضوع الشغل، انا وهو نفتح بيزنس مع بعض، اقسم بالله ان شاء الله. بقول حاجات كتيره تانية بس مش فارقه. تمام. حمزه انا بصراحه يعني زعلت من اخوك قوي. لا مش هزعل. فهو يا جماعه اول مره شافني كانش فاهم. والله حتى انا ما كانش ضايقني يا اسطى انا ذات نفسي ما كنتش شايفك اول مره. انا شفت بقى انا ماشي. يا اسطى بس حتى اقسم بالله كده اول مره قعدت معاه ما كانش ضايقني. اول ما عرفت شتمته تقريبا اول علاقه بيا انا وفاوي مع بعض كنا بنضحك وبنهزر صح؟ لا كنا لا ما كانش في روان اصلا. فاوي انا عارفه من قبل روان، ايوه من بدري من بدري جدا، بس انا مش فاكر الموقف اللي لمينا على بعض بصراحه. انه بصراحه انا رايي فيه راي يعني شهاده مجروحه بصراحه. شهاده مجروحه؟ يعني حاجه يعني شهاده مجروحه بتقلل حاجه حلوه يعني. فهمت حاجه وحشه. شهاده مجروحه معلش يا عم كمل. يعني قصدي ان هو يعني اكمل يعني بقى حاليا يعني من اللي هم فاهم كده. المقربين يا جماعه، لا، هو قصده من المقربين. انا رايي فاوي بصراحه. كنت اول ما شفته كانت عادته حلوه جدا. تمام. كانت كنت تمام. لا والله هو شخصيه عسليه جدا، كانت عادتك مش لطيفه. عايزين تطبيل والله. تمام والله مش تطبيل يا جماعه، بس يعني كانت القعده لطيفه، كان فيها قبول كده. وشفت فيه حاجات كتيره قبل كده فيا، وجيت قلت لك قبل كده، قلت لك انا بشوف نفسي فيك. تمام. في تفكيره، في تصرفاته، في حياته عامه. حياته ملخبطه برضو نفس حياتي، فكلنا في حته وهو فاهم. ايا يكن. تمام. سو كنا نعمل سكيب للموضوع ده. الموضوع اللي بعده. تمام. داخل المسرح يلا. ننزل بقى فعلا. يلا يا مهند. اقرا. لو شريك حياتك لا ما بيخلفش، ايه ما بيخلفش، هتسيبه؟ لا مش هسيبه صراحه. شريك حياتي اقسم بالله، وحتى لو قال لي شريك حياتي ده قال لي لا اتجوز تاني وحد بقى مش هيتجوز، اصيل اقسم بالله اصيل يا ابو رحاب، اصيل. والله انا بهزر والله تحيه يا جماعه، تحيه يعني بجد. حمزه بيفكر طالما فكر كده يبقى هو عكس كده. ايه يا حمزه؟ لا عكس كده. لا عادي مش هتخلف، مش بيخلف، انا مش بخلف ولا بتخلف عادي. انا اقسم بالله حتى بص يا بالعكس، جماعه وجهه نظري، انا شايف ان هو حوار حلو. انا وجهه نظري في الموضوع ده انه بيبقى ما نصيب. تجيبش عيال. انا وجهه نظري لا مش الموضوع بتجيبش دوت، عيال، ممكن ربنا يرزقك بعدين ما تعرفش انت. انا فاهم. هو انا من وجهه نظري ان الموضوع ده بيبقى نصيب. لو ربنا رايد لك ان هو في يوم من الايام هيرزقك بطفل صغير، تمام، فهو زي ما بيقولوا كده الطفل بيجي برزقه. صح. تمام. فهو لو ربنا كاتب ان انت هتبقى عارف ان انت هتبقى قد المسؤوليه تربيه الطفل من مفيش لحد ما يبقى حاجه في يوم من الايام، تمام، هو هيرزقك بيه. لكن ممكن مثلا ربنا اعلم ان هو انت مش قد المسؤوليه دي، ف حاسس ان انا بوظت الدنيا شويه. خش حمزه بسرعه. الله جامد. لو قدامك فرصه واحده للرجوع في الزمن تغير حاجه معينه هتبقى ايه؟ لا بص انت ليه؟ حلو والله، سؤال حلو. انا بص هغير حاجات كتير. لو هي فرصه واحده هغير حاجه. الزمن اغير ايه؟ بصراحه يعني غير من نفسي. اصبر لا كمل. انا فكرت السؤال. لو قدامي ان الفرصه ارجع للزمن اختار ان انا ماليش الغداء. ليه؟ يا جماعه هو حمزه كان في امريكا، تمام، فلما جه مصر ندم ايه؟ قصدي ان انا كنت بلعب كوره، تمام؟ انا كنت بلعب كوره، كان قدامي فرصه ان انا العب فريق اول، تمام، في دوري الدرجه الثانيه، بس لما جيت الغردقه خلاص بقى الحلم اختفى. ده كان حلم من احلامي ان انا ابقى لعيب كوره يعني، بس خلاص. طيب انا عن نفسي لو السؤال بتاع حمزه جالي تحب تغير ايه في حياتك او ترجع بالزمن يعني تغير حاجه، فهغير اسلوب وشخصيتي مع الناس. يعني انا من النوع اللي هو لو اتعاملت مع شخص وحسيت ان هو شخصيه كويسه او ارتحت بديله كل ثقتي وكل، عارف انت بمعنى الكلمه اللي هو عشم الزياده قوي، فاهم؟ فكان دي اكبر غلط بحس ان انا بواجهه يعني.
مستر مهند. بالنسبة للسؤال ده هرجع بالزمن وحاجات كتير أغيرها، فيها غير عايزين حاجة بقى. أكتر حاجة بحاول أسمع في شهر 6. الحوار اللي حصل مع فرنسا بحكي لكم عليه في الكومنتات. اخواتي كله بكم اللي عايز الحوار استنى وصل الفيديو ده ل 20,000 لايك. يعرف الحوار اللي حصل 10/6 يكتبوا في الكومنتات عشان اقول غلط. طب أنا هقول لكم لو رجعت بالزمن مش هنزل من البيت في اليوم ده، مش هنزل من البيت انا والله ما هنزل. بس مش عايز اغير، يعني قصدي حاسس ان انا مش عايز اغير حاجه بجد، مع ان في حاجات كتير بقعد اقول في الموقف ده مثلا ان انا خلاص اوكي ده الموقف اللي انا محتاج اغيره، وبعد كده بص شويه اقول لا ده هو ده الموقف اللي انا محتاج اغيره. بس الحقيقه والله بجد حاسس ان كلهم يعني ايه، كل الطرق تؤدي الى روما. حد فاهم حاجه؟ كل طرق جاية جي جود جيم. يلا سؤال. كل طرق جاية. صاحبك فاقد الذاكره، ايه المكان اللي هتاخده فيه عشان تستعيد يعني تخليه تساعده يتذكر؟ انا هاخد معاه مش في المخزن تاني. هيفتكر افتكراد يا الذاكره ترجع له. مخازن يعني. طيب مثلا وليكن ممكن نتكلم كصاحبنا ده حد فينا مثلا بلاش تمام. عشان ترجعهم شهر 6 عشان افتكر. لا انا ممكن لو فاوي فهاخده لخناقه محمد قال له انا خصيمك يوم القيامه. تمام. بس ده تقريبا لا هو لو فاوي بجد ممكن اخده كل الاماكن اللي احنا بنروحها، كل الخروجات ممكن اوريه صورنا حاجات زي كده تثبت ان احنا اصحاب قريبين. ما تكونش معايا يعني لو عارف ترجع ذاكرة فاوي تحت البيت احلى قاعده. ما انا بقول لك هروح لكل الاماكن احنا كنا فيها هو اقرب مكان يا اسطى مكان هو تحت البيت. ممكن نفتكر كل حاجه نتكلم ونسمع مواضيع كتير. بالظبط. حمزه دي كاميلا تاخد فين؟ هتاخد مين؟ هتاخد مين؟ هنرجع ذاكرتك وما تخليش امي نيس لا كده هتجيب الصفحه. ستوب يا حد فينا فقد الذاكره يعني؟ ستوب يا ابني انا خدني لازم تبقى وسط. ممكن مهند لو فقد الذاكره هاخده في بس ايه الكلام ده الرجال ده؟ ايوه فين؟ انا دي ساعتها هاخده سينا. فين؟ هاخده سينا. عشان شاص وهيلوكس وكده. بحب العربيات الهادية. تخمط بشر سيد ولين العرجان. انا اخد كان يوم جامد بس. كان يوم حلو. وشو نزلنا اشترينا دهب بعد كده. ايوه صح كان يوم جامد. كان يوم حلو. كده يا جماعه يكون الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اكيد يعني تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واهم حاجه ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين وتدعوا لاخواتنا في السودان، ومش تصلوا على النبي ويا رب تخشوا الجنه.